السلام عليكم. أبي ممكن نسولك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. سعد مرحبا، الله يوفقك، تفضل. ممكن الناس يصليو ويديروا المعاصي ديالهم؟ هذا سؤال وجيه. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله يا إخوان. هذا السؤال صراحة هو لطالما طرح علي هذا السؤال من بعض الشباب ومن بعض الإخوان، وتعمدت أن أجيب عنه حتى إن شاء الله سبحانه وتعالى نحل واحد الجزئيات أو واحد اللغز ديال هذا السؤال اللي بزاف الناس غالطين فيه. في كيتجلى الغلط ديالهم هو انه لما كتقول الانسان شي شباب كتقول له شي واحد تارك الصلاه مثلا، كتقول ليه صلي، كيقول لك لا راه ما يمكنش ليا نصلي وانا باقي كندير المعاصي، ما يمكنش ليا نصلي وانا مازال كنصنت الموسيقى، ما يمكنش ليا نصلي وانا مازال كنهضر مع البنات، ما يمكنش ليا نصلي وانا مازال حكا كنكذب ولا كندي ديال الناس ولا شيء من هذا القبيل. وحتى دوك الناس اللي كيصليو في المساجد راه هذوك عين منافقين. واش انا نصلي مع المنافقين؟ صراحة هذا كلام يعني يتداول يعني على لسان كثير، على ألسنة كثير من الناس، ولذلك أحببت أن أجيب عنه، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، وإن شاء الله سبحانه وتعالى تكون نافعة. أولا يا شباب، أنا كنقول لكم واحد المثال. حنا الناس اللي كيصليو يستحيل شي واحد كيصلي وما كيديرش المعاصي، لأن العصمة دفنت يوم أن دفن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اتفقنا؟ يعني لا يوجد شخص على وجه الأرض كيفما كان نوعه وكيفما كانت يعني قيمته ومقامه، كيفما كانت يعني كيف ما كان، أنه كيدير المعاصي. شنو كيبين هذا؟ كيبين أن الشباب لابد أن تعلموا وأن تفرقوا بين المعاصي، لأن المعاصي مراتب، لأن معصية ماشي بحال معصية. مثلا واش الإنسان كيتصنت الموسيقى هو واحد تارك الصلاة؟ لا، فرق شاسع كما بين السماء والأرض، لأن ترك الصلاة عده بعض العلماء كفر، وبعض العلماء يعني قال فاسقان، وبعض العلماء قال ظالمان، وبعض العلماء قال يستتاب يعني بعد 3 أيام وإلا يقتل. إذن فترك الصلاة هو كبيرة وجريمة من أبشع الجرائم، وابشع من ترك الصلاه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. اذا بما انك انت ما كتشركش بالله سبحانه وتعالى، خصك تصلي وخا دير المعاصي، وخا دير المعاصي خصك تصلي. نعم، وخا دير المعاصي، يعني نصلي وندير المعاصي، سيدي صلي ودير المعاصي، هذه ماشي دعوه للمعاصي، ولكن عي باش نبين لك بانه لا يوجد شيء، ما كاينش شي وسيله اللي يمكن تبعدك على المعاصي وتقربك الى الله سبحانه وتعالى قد الصلاه. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا تنهى جاءت بفعل المضارع يفيد الدوام والاستمرارية، بمعنى أن ما كاينش اللي عيردعك واللي عيبعدك من المعاصي قد الصلاة. واخا انت كدير المعاصي كون متاكد ان انت عايش يعني في صراع بين قلبك وبين يعني نفسك. النفس ديالك كتبغي تجرك للهلاك وتبغي تجرك للمعاصي، ولكن القلب دائما والفطره السليمه دائما تجرك الى طريق الخير. اذا عندك تغلط وترك الصلاه وترك الدين ديالك حيت باقي كدير المعاصي، لا، كل شيء كيدير المعاصي، ولكن لا يعني انك تترك الصلاه وتبعد على الطريق ديال الله سبحانه وتعالى فتهلك. لأن أول ما يسأل عنه العبد غدا يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد صلح سائر عمله، وإن فسدت فقد فسد سائر عمله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد بنا إلى الدين ردا جميلا، ولعلي أتمنى أن أكون قد أجبت عن هذا الإشكال، حتى إن شاء الله سبحانه وتعالى ينتفع الشباب ديالنا والإخوان والأخوات ديالنا. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.